السلام عليكم يا جماعه، معكم مهندس احمد صلاح. من اكبر المشاكل اللي بتحصل لبعض العملاء ما يبقاش مخطط لنفسه جدول زمني سليم. يعني بمعنى انا في دراسه الجدوى لازم ابقى عارف انا هشتري ارض بكذا، هستثمر واستصلحها مثلا بكذا، وادق بير واحط طاقه شمسيه او ايا كان مصادري، وبعد كده هزرع بكذا، بعدها هصبر وعندي قدره ان انا اصرف على الارض كام سنه لغايه لما ابتدي اجيب. يعني انا ما ينفعش ادخل مثلا مشروع نخل واحط الفلوس اللي معايا كلها فسائل، لا كده غلط. لازم اعمل حسابي كويس قوي ان انا هصرف شهر واثنين وثلاثه. هقول الشهر مثلا هصرف فيه مثلا مجازا 10000 جنيه 20000 جنيه حسب حجم المزرعه، وبناء عليه يبقى انا مثلا ونفترض 10000 جنيه يبقى انا عندي سنويا 120000 جنيه مع معدل التضخم. لو اول سنه 120، السنه اللي وراها هتبقى 150، السنه اللي وراها هتبقى مثلا 180 200. يبقى انا لازم عندي قدره ان انا اصرف على الارض دي مثلا من 3 ل5 سنين كحد ادنى، على ما ابتدي اقول ان الحمد لله رب العالمين انا ربنا كرمني والمزرعه ابتدت تصرف على نفسها. الموضوع ده يختلف طبعا من محصول لاخر وبناء على خبره الاخرى، لان برضو انا ممكن اجي في بعض الحاجات بيبقى الموضوع مدة اقصر من كده، دورته مثلا سنتين. بعض الحاجات بتبقى مدتها اطول من كده، خاصه في بعض الاصناف النخيل البلدي شويه واللون الصعيدي وهكذا. المهم اتمنى اكون افدتكم، واتمنى يا رب تاخدوا بالكم من النصيحه دي لو لسه داخلين على مشروع زراعي جديد. ولو في عندكم بقى استفسارات كلمونا او ابعتوا لنا على الصفحه او على الواتساب، وان شاء الله نكون في خدمتكم. يلا اي خدمات. السلام عليكم.